لو أنت ناوي تتعلم الجرافيك ديزاين في 2026 لأ، استنى. حقيقةً ممكن تكون بتضيّع وقتك، أنا باقول لك كده، بالرغم إن أنا graphic design ليّا أكتر من 7 سنين شغال في السوق، ومع ذلك أنا مش هارشّح المجال ده لأي حد. خلّيني أصدمك بالواقع، زمان اللي كان بيعرف يستخدم برامج التصميم ويطلّع تصميم ده super star، ده نجم. النهارده أي حد هيفتح أداة ذكاء اصطناعي فهيطلّع صورة في ثواني أو في تَكّة زرار. المشكلة مش إن التصميم هو اللي اختفى، الميزة التنافسية هي اللي اختفت. تحس إن التصميمات كلّها بلاستيك. بس بيختلف نوع البلاستيك المستخدم في التصميم. المشكلة ما بدأتش في عصر الذكاء الاصطناعي، المشكلة بدأت زمان لمّا الموبايلات أصبحت في إيد كل الناس، أطفال وكبار وأي حد، والمنصات بقت بتدعم بقوة الفيديوهات الreels أو الفيديوهات الvertical، لأن السوق اتحول من البيع بصورة للبيع بفيديو. الحلو في الفيديو إنه بيقنع العميل أسرع، وتأثيره بيكون أقوى من الصورة، وأعلى في التفاعل. شركات كتير جدًا أصبحت بتقلل المصممين وتزود الفيديو editors، مش علشان المصمم مش كويس أو وحش، لأ، عشان الطلب أصبح للفيديوهات أكتر. تعالَ أعرّفك بقى الذكاء الاصطناعي خطر على مين. الذكاء الاصطناعي ضرب المصممين المتوسطين بس، النهارده أصبحت المهارات التقنية غير كافية، ولازم تستخدم الذكاء الاصطناعي كسلاح في إيدك، مش عدو منافس ليك. خلّيني أوضّح لك لو أنت خلاص هتموت وتدخل المجال ده، هاعرّفك على شوية حاجات يا ريت تتعلمها. بُص يا سيدي، لو أنت ناوي تشتغل تصميمات social media العادية دي فنصيحة ما تدخلش، لأن المنافسة فيها شرسة جدًا، إلا لو عندك شغف يخلّيك تتطور كل يوم، وتتعلم إيه الجديد اللي نازل وتنافس بيه بشراسة وبقوة. لكن لو هتدخل الbranding والمطبوعات والهويات البصرية، فدوس يا باشا وزي الفل، ادخل وأنت واثق. هنا بقى الخبرة أهم من الشكل، هنا الغلطة بتكلف فلوس، هنا المحترفين الحقيقيين مطلوبين جدًا. طب يا عمنا أنت لفّيت دماغي أدخل والّا ما أدخلش، تعالَ أعرّفك الخلاصة. الgraphic design ما انتهاش، ولكن طريقة إنك تتعلمه دي اللي اتغيّرت، أو طريقة دخول المجال ده هي اللي اتغيّرت. ما تدخلش المجال عشان شكله حلو أو علشان هو trend، ادخل المجال ده وأنت عارف السوق محتاج إيه. افهم دايمًا الفرق ما بين الغاية والوسيلة. الغاية هي التأثير وصناعة القيمة، إنما الوسيلة ممكن تتغيّر من صورة لفيديو لAI أو ذكاء اصطناعي. السؤال بقى، هل هتكون مستخدم للأدوات ومنفذ فقط، والّا هتضيف قيمة أو تصنع قيمة حقيقية؟ شاركني رأيك وأنا مستني منّك رَد. سلام عليكم.